قصتنا النهاردة في القاهرة سنة 1940 وتحديدا في باب الشعرية حارة المدابغ. جيران الست عطيات اللي ساكنة في شقة أوضتين فوق سطح بيت قديم سمعوا أصوات زعيق ودربكة وأطباق بتتكسر في شقة عطيات، وبعدها سكون مرعب. الجارة أم أحمد طلعت بسرعة تخبط على الباب وتسأل على جارتها، وفضلت تخبط كتير وبعدها الجيران طلعوا يجروا واتجمعوا على باب شقتها. خبطوا على الباب هما كمان وللأسف ما كانش فيه أي رد. الصمت كان مريب وريحة دم بدأت تزحف من تحت الباب. كسروا الباب ولقوا عطيات وقع على الأرض وظهرها متخرم بطعنة سكينة والدم مالي الأرض، جنبها أطباق متكسرة على الأرض. استدعوا الشرطة بسرعة وابتدوا يعاينوا المكان. كل حاجة كانت مترتبة، مفيش آثار سرقة ولا آثار كسر للباب أو الشبابيك. بعدها اترفعت البصمات وراحت للمعمل الجنائي، وفجأة بتيجي سكينة بنت جمالات الوحيدة وبتتفاجئ بالمنظر. سكينة كان وشها ثابت زي الحجر، عينيها زايغة، لا بتصرخ ولا بتنهار، كأنها مش شايفة أمها في الوضع ده، بالرغم من إن كل الجيران كانوا متأثرين من المنظر. فبيسألها المحقق انت بنتها؟ فهزت راسها وقالت أيوة أنا بنتها الوحيدة. سألها وكنت فين وقت الجريمة؟ ردت سكينة قالت أنا كنت بجيب طلبات أنا وبنتي من أول الشارع، وجيت لقيت الناس متجمعين وشفت المنظر ده. ساعتها سكينة كانت بتحاول تتظاهر بالحزن، لكن الكل كان عنده شعور إنها بتمثل. لكن حياة سكينة كانت كلها أسرار. تعالوا بقى نتعرف على قصة سكينة من الأول. سكينة كانت بنت عطيات من جوزها الأولاني اللي مات وسابهم من غير سند ولا أي مصدر للدخل، مفيش غير الشقة اللي كانوا قاعدين فيها. بنت جميلة وشها بشوش، ساكتة دايما بس عينيها بتحكي وجع. من وهي عندها 15 سنة بدأت الحكاية لما أبوها توفى، وقررت أمها تتجوز صاحب العمارة اللي كانوا قاعدين في شقة فيها، واتأخر عليهم شهور من الإيجار ما سددوهاش. والمعلم سيد صاحب العمارة كان في الطلعة والنازلة يقول لعطيات تعالي أسطرك انتي وبنتك وهتعيشي زي ما انتي في الشقة ومن غير أي إيجار. وقتها سكينة اعترضت لكن ما كانتش تقدر تقول لأ، لأنهم حرفيا بيموتوا من الجوع. اتجوزت عطيات وبقت الزوجة التالتة للمعلم سيد صاحب العمارة وكمان صاحب البقالة اللي تحت العمارة، وملالهم البيت أكل وخزين، وكان بيصرف عليهم وبيجيب لهم كل احتياجاتهم. لكن بعد فترة سكينة ابتدت تلاحظ نظرات غريبة من سيد، ما كانش بيشوفها بعين الأب، كان بيستناها تخرج من الحمام يلمسها بحجة الهزار، وكان بيستغل نزول أمها تجيب طلبات البيت ويحاول يدخل أوضتها ويضايقها بكلامه الوقح. كتير صرخت وكتير منعته يقرب لها، وبقت بتقفل اوضتها لما امها تسيب البيت، وحاولت تلمح لامها عن الموضوع لكن حست ان الامر زاد عن حده، فقررت انها تصارحها باللي بيعمله سيد. وفي يوم كان سيد عند مراته التانية، فاستغلت سكينة الفرصة وقالت لها ان المعلم سيد بيبصلي بنظرات وحشة وحاول يتهجم عليا اكتر من مرة. عطيات ما اهتمتش وقالت لها انت فاهمة غلط يا حبيبتي، ده بيحبك زي بنته. لكن هي ما كانتش عارفة، او كانت عارفة لكن ساكتة. سكينة ما قدرتش تستحمل الوضع ده وقررت انها ملهاش قعاد في البيت ولازم تمشي. رجعت سكينة تلم نفسها وخدت شوية من هدومها القديمة وركبت القطر وسابت القاهرة وراها. كانت حاسة ان الهروب ده بالنسبة لها رحلة نجاة. راحت تعيش مع خالتها في حي السيالة، واحد من أقدم أحياء طنطا. حارة ضيقة البيوت فيها واطية والحيطان مشققة، وستات الحتة دايما قاعدين على البيبان. خالتها كانت ساكنة لوحدها في أوضة وصالة في بيت قديم، ست طيبة لكن عيشتها بسيطة جدا، عايشة من بعد جوزها ما مات وشايلة نفسها بالعافية. في الأول استقبلتها بالترحاب، لكن بعد أسبوع قالت لها بصي يا بنتي أنا بحبك لكن الشيلة تقيلة جدا، لازم تنزلي تدوري على شغل. وهنا بقى بدأت سكينة صفحة جديدة في حياتها وسط أهل طنطا في السيالة، وفي قلبها وجع غير ملامحها. لما سيد عرف إن سكينة هربت وسابت البيت قلب على عطيات سب وإهانة، وقال لها لازم سكينة ترجع وإلا هطلقك وارميكي في الشارع. انفجرت فيه عطيات وواجهته بكل الأفعال اللي كان بيعملها مع سكينة، وقالت له إنها قالت لي على كل حاجة كنت بتعملها معاها وأنا سكت وكنت بكدب شكوكي. رد عليها سيد بعصبية وقال لها أنا كنت عاوزها، أمال هعوزك انت يا بومة؟ طردها سيد من الشقة وطلقها، وكانت نهايتها في عشة فوق سطح بيت. ولاد الحلال من المنطقة سكنوها فيه لحد ما ترجع سكينة، وبعدها ناس تانية ولاد حلال برضه جابوا شغل لسكينة، واشتغلت في الخياطة في محل جنب البيت اهي تتعلم وبتاخد أجرة. وفضلت على الحال ده شهور بتحاول بس تجيب لقمتها
علشان ما تكونش عبء على خالتها. وكان في شاب في أول الشارع اسمه فهمي، عنده فرش خضار على أول الشارع. فهمي كانت ضحكته حلوة وعينه دافية ولسانه زي العسل، كل يوم يسلم ويلمح. وبعدين قال لها ما تيجي نتمشى شوية، وفعلا اتمشوا وابتدى الكلام ما بينهم، وحكت له عن القاهرة وعن أمها وعن الخوف وعن جوز أمها واللي كان بيعملوا فيها، وإنها سابت كل ده وإن محدش صدقها. وهو قال لها أنا جنبك ومش هسيبك. لكن فهمي كان ديب متغطي بشعر، ضحك عليها واستغلها، وهي صدقت. وابتدوا يتقابلوا في عشة كان عاملها مخزن للخضار بتاع الفرشة، واستمر الحال ده لمدة شهور. خالتها حست انها بتتأخر بعد الشغل، وكل ما تسألها تقولها كنت بتمشى مع البنات اللي في الشغل. لكن في منطقتهم ابتدت الناس تتكلم عن سكينة وفهمي، ووصل الكلام لخالتها وقررت انها تواجهها بالكلام اللي الناس بيقولوه. في الوقت ده اكتشفت سكينة انها حامل، وبقت مش عارفة تتصرف ازاي، ودار صراع نفسي جواها ازاي هي حافظت على نفسها من سيد جوز امها، وفي الاخر ضيعت شرفها على ايد فهمي الخضري. ولما راحت تقول لفهمي انها حامل للاسف اختفى، شال فرشته اللي كانت على اول الشارع وملوش اي اثر. فضلت تدور عليه كتير وتلف على الحاره والحارات اللي جنبهم، لدرجه انها كانت بتقع في الشارع مغمى عليها من التدوير والتعب. رجعت لخالتها منهاره وبتبكي، وحكت لها على كل اللي حصل وانه غدر بيها وفي الاخر هرب بعملته. بعدها خالتها طردتها وقالت لها ارجعي لامك، ده مش بيت فضايح. سكينة كانت بين نارين، ترجع لسيد اللي مش هيرحمها لما يعرف انها سلمت شرفها بالسهولة دي، وبالتأكيد هيتهمها بتمثيل دور الشريفة عليه، ولا تروح للمجهول. ركبت سكينة القطر اللي رايح القاهرة وقررت ترجع لأمها، ووقتها ما كانتش تعرف ان سيد طلق امها وطردها. راحت البقالة عند سيد، ولما شافها وسألته عن امها قال لها انه طلقها ورماها، وقال لها مستعد ارجعها بس هي تلين معايا. سكينة حست بالقهر والانكسار وان الدنيا جاية عليها. سألت الناس والجيران عن امها ودلوها عليها. خبطت على باب امها، عطيات فتحت، شافت بنتها وسكتت. ولما سكينة سألتها عن سبب طلاقها من سيد قالت لها انت السبب. قال لي يا سكينة ترجع يا هطلقك. عرفت وقتها ان كلامك صح وانه عاوزك انت مش انا، فقررت اني مرجعكيش حتى لو هترمي في الشارع. عطيات ساعتها حست ان بطن بنتها كبيرة فسألتها، لكن سكينة ارتبكت وبعدها اعترفت لأمها انها اتغدر بيها من واحد ما يعرفش ربنا وانه كان وعدها بالجواز. عطيات كانت مصدومة، قالت لها انا منعت عنك الفضيحة وفي الاخر انت تفضحيني. صرخت سكينة وقالت لها انت السبب، لما قلتلك جوزك بيحاول معايا سكتي، انت اللي سبتيني لوحدي، انت اللي رميتيني في وش الديب. عطيات سكتت وما كانش قدامها حل غير انها تداري على بنتها، لكن الخبر قطم ظهرها من القهر. فضلت يومين ما تكلمش سكينة، وبعد ما فكرت قالت لسكينة خلاص نداري على اللي حصل، وانا هفهم الناس هنا انك اتجوزتي وحامل وجوزك مسافر. عدت الايام وسكينة خلفت وجابت بنت، وكانت بتحاول تنسى وتساعد نفسها بس وجعها ما بينامش. عدت شهور على ولادة بنتها، وهي في الفترة دي كانت بتدور على أي شغل علشان تعرف تعيش هي وأمها وبنتها. ولاد الحلال دلوها على الشغل في البيوت على أساس إنه مش محتاج مهارة ولا حرفة ولا تعليم. كانت بتشتغل في البيوت وبتسيب بنتها مع أمها وتنزل من الصبح ترجع المغرب مهدود حيلها. وفي يوم بقى وهي نازلة شغلها قابلت عبده، شاب جديد في الحارة، غامض كده ولابس دايما جلابية وفي ايده سبحة، ومحدش عارف هو بيشتغل ايه، لكن كان بيجيب اعشاب وبيبيعها لستات الحارة ورجالتها. اشي اعشاب للخلفة ومنها اعشاب للرجالة، وكان دايما معظم زباينه ستات واكترهم اللي عاوزين يخلفوا. ذاع صيته في المنطقة، وده بسبب ان 2 من ستات الحارة حملوا بعد ما خدوا من الاعشاب بتاعته، وابتدت الناس تسأل عليه بالاسم. كان بيقول انه عنده اعشاب لكل الامراض، لكن عينه كانت من سكينة في الرايحة والجاية. عرض عليها شغل في بيت حد من قرايبه، ومن يومها بقى يعدي يسلم، يرمي وردة، يجيب فاكهة لبنتها، يعني رسم عليها الحنية والطيبة. ابتدت سكينة تحبه وتحس انه عوض ليها عن الغدر اللي شافته في حياتها. حبها، او على الاقل خلاها تحس انها لسه عايشة، وكترت اللقاءات ما بينهم. وفي يوم اداها عنوان بيت ناس طالبين فيه شغالة. في اليوم ده راحت سكينة على العنوان، كانت ست كبيرة اسمها ام مدحت، ست طيبة وكريمة، كانت بتعاملها زي بنتها، وطلبت من سكينة انها تجيلها 3 مرات في الاسبوع علشان هي مريضة وحركتها بسيطة. ام مدحت عندها ولد واحد ومسافر برا مصر، لكن ست متريشة ولابسة دهب ونزيهة.
علشان ابنها على طول بيبعت لها فلوس. سكينة فرحت ووافقت وحكت لعبده ان خلاص الدنيا ابتدت تضحك لها. شكرت قوي في الست ام مدحت وانها اكرمتها اخر كرم، لكن عبده قال لها ان شغلك ده بيجيب ملاليم، احنا لازم نأمن مستقبلنا ونعمل قرشين. سكينة قالت له اللي زينا يا دوب يوفر لقمة يومه، وانها عاوزة تعيش بس وتربي بنتها. عبده وعدها انها هتكون هانم وهيجيب لها شغالة. سكينة كانت مستغربة من كلامه، لكن عينيها لمعت وحست انه فعلا ممكن تكون في حتة تانية. عبده طلع في دماغها انهم لازم يسرقوا الست ام مدحت، وهي كانت مستغربة كلامه، لكن سكتت وفضلت تسمعه للآخر علشان كانت شايفة في العوض ليها عن أيامها السودا اللي عاشتها. وأكتر عرض فرح سكينة إنه قال لها لما نتجوز هكتب بنتك باسمي. عبده خطط لكل حاجة، طلب منها تسيب باب المنور مفتوح اليوم اللي كانت شغالة فيه عند أم مدحت، وقال لها تاني يوم ما تروحيش للست، ودي بنتك شوية شطة وحلاوة طحينية في بقها هتسخن وخديها بعدها للمستشفى علشان تبقى طول اليوم في المستشفى. وأقنعها إن تأثير الشطة هيروح بعد كام ساعة وبعدها بنتها هتبقى زي الفل. وبالفعل راح عبده تاني يوم الصبح ودخل من المنور. وقتها كانت أم مدحت نايمة، وكان مجهز في جيبه شوية أعشاب في كيس، وفتح الكيس وخلى ام مدحت تشمه. بعدها ما صحتش لحد ما هو قلعها دهبها كله وفتح الدولاب ونزل كل محتوياته، وخد الفلوس اللي كانت عيناها ودهب تاني كان في الدولاب، وخرج تاني من باب المنور. صحت ام مدحت واتفاجئت ان دهبها كله اتسرق وفلوسها. صرخت ونادت الجيران وعملت محضر سرقة في المركز. المباحث اول حد حققت معاه كانت سكينة، لانها هي الشغالة الجديدة اللي لسه بقالها يومين، لكن ما قدروش يثبتوا عليها حاجة، خاصة انها جابت اثبات من المستشفى انها كانت بتعالج فيها بنتها طول اليوم، ومحدش عرف مين اللي سرق، واتأيدت السرقة ضد مجهول. ابتدى عبده يجي لسكينة فوق السطوح وبحجة انه يتعرف على عطيات امها، بس عطيات ما كانتش مرتاحاله وكانت بتراقبهم، وحست ان عبده غدار وبيلعب ببنتها، بس كان دايما بيجيب لهم اكل وبيجيب لبن لبنت سكينة وبيجيب اعشاب لعطيات تريحها من وجع ركابها اللي مش بيفارقها. سكينة بقى كانت عايشة في العسل وما كانتش مدياله خوانة ابدا. عطيات كبرت في السن والتعب بدأ يهد حيلها وبقت تنام بدري، بس في ليلة صحيت على صوت خفيف. سكينة خارجة من اوضتها، طالعة السطح بره الأوضة وبتتسحب. طلعت وراها وشافتهم، سكينة وعبده في الضلمة وفي وضع مش ولا بد. تاني يوم عطيات قالت لسكينة بكرة الصبح هتروح البلد تاني عند خالتك انتي وبنتك، وانا هاجي معاكم، ولو عبده عاوزك يجيلك هناك وتتجوزوا، انا ما عنديش وش اكلم بيه الناس. سكينة كانت هادية لكن عينيها كانت نار. في الليلة اللي بعدها الناس سمعوا صوت طبق بيتكسر وحاجات بتتجر ودربكة في الأوضة اللي على السطوح، وبعدها ولا نفس. وده كان اليوم اللي اتقتلت فيه عطيات. المباحث حققت، وسكينة قالت انها كانت بتجيب لبن لبنتها علشان كانت بتعيط واللبن خلص. بعد معاينة البصمات ما كانش فيه اي دليل ادانة لسكينة، ولما عرفوا علاقتها بعبده كان عبده اختفى. المباحث فضلت فترة تدور عليه، والناس بدأت تتكلم عن سبب هروبه، وقالت اكيد هو اللي قتلها وهرب. لكن بعد 4 شهور كان في حتة أرض في أول البلد صاحبها سايبها، والناس كانت بترمي فيها الزبالة، والزبالة كانت متراكمة هناك بقالها سنين. صاحب الأرض قرر إنه ينظفها ويجيب عربية تشيل الزبالة دي ويبتدي شغل فيها. وقتها اكتشف إن في وسط الزبالة كيس، وهم بيشيلوه طلعت منه إيد بشرية. بلغوا فورا المباحث، ولما جت المباحث اكتشفت إن الجثة متحللة والشاب في الثلاثينات. بعد التحقيقات وسؤال أهل المنطقة، المباحث اكتشفت إن الجثة دي جثة عبده. استدعوا سكينة وفعلا اتعرفت على جثته، وبالضغط عليها اتكلمت وقالت إنها ما قتلتش أمها، وإنها كانت بتحب عبده، وإنها الليلة دي حصلت خناقة بين عبده وعطيات، وإنها طلعت من البيت وسابتهم، ولما رجعت لقيتها ميتة. الضابط سألها ليه ما قلتيش كل ده وقت التحقيق؟ كان ردها إنها خافت إن الناس يقولوا عليها هي اللي جابته وإنها اللي شجعته. واعترفت بعدها سكينة إنها هي اللي قتلت عبده بعد ما خلاها تسرق الست الطيبة اللي أكرمتها، وكمان قتل أمها. وقالت إن بعد قتل أمها عبده اختفى، لكن في يوم لمحته وماشي جنب حتة الأرض اللي في آخر البلد، وراحت بكل غيظ تسأله ليه عمل كده في أمها، وشدوا مع بعض جامد. وكمان رفض إنه يسجل بنتها باسمه، وقال لها مش أنا اللي أشيل عار غيري. وقتها اتعصبت سكينة وطلعت مقص كان في جيبها وطعنت بعبده 5 طعنات، وبعدها حركت بايديها جزء من الزبالة عليه علشان تغطيه،
بعد ما فضت كيس كبير من أكياس الزبالة المرمية وغطت بيه جسمه. اتحكم على سكينة بالإعدام، واتنشر الخبر ده في جريدة رسمية سنة 1940. ولحد هنا بتنتهي حكاية النهاردة. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك، واستنونا في حكاية تانية.